طول ما شفت المناظر الطبيعيه لازم تيجي اسوان. مفيش حد يقدر يشوف المناظر الطبيعيه ده ما يجيش اسوان الصراحه يعني. عايزين نلحق الشمس قبل ما تروح. يا سلام، عشان اصور لكم حاجه حلوه. بس انا دلوقتي على النيل في اسوان، واسال ناس شغاله في المراكب سؤال بسيط، يمكن اجابته تخليك تيجي اسوان، او يمكن اجابته تخليك تحب اسوان اكتر. والنهارده معايا حسين، فاحنا لينا كام سؤال ليك كده يا حسين. اتفضل. اول سؤال، النيل بالنسبه لك شغل وبس ولا اكتر من كده؟ لا هو النيل اعتبر هو حياه، اكل عيشنا وحياه، فهمت انت؟ من احنا صغيرين في النيل. طيب ايه اكتر وقت في اليوم بتحب تكون فيه على المركب وليه؟ هو احلى وقت في المركب ساعه السانست، ساعه غروب الشمس، لي انا وللزباين. ده بيخلي المنظر خلي افضل. المنظر احلى والدنيا حلوه كده وهاديه، تسمع صوت العصافير، جميل. بلد هاديه كده. طيب ايه اكتر جنسيه بتشوفها بتيجي تركب معاك المركب؟ والله اكتر حاجه اللي من دول يعني في اسوان كده كوريين، صينيين، اسبان، هنديين برضه. دول اكتر ناس بيكونوا موجودين الفتره دي. اكتر ناس في اسوان. طيب هل نفس العدد اللي بيكون موجود في الشتاء هو اللي بيكون موجود وقت الصيف؟ لا، كل شهر ليه زباين. كل شهر ليه هو زباين؟ يعني مش شتاء مش زي الصيف، يعني في زباين شتاء في زباين صيف. طيب جميل قوي زي الفل. تحس السياح بيحبوا ايه اكتر حاجه في اسوان؟ اكتر حاجه بحبوها الملامح الطبيعيه، المعابد، ابو الهوى. عندنا المنظر الطبيعي هنا ده يكفي اي حد يسيب بلده يجينا اسوان هنا، ده يكفي اي حد. مناظر طبيعيه كفايه المنظر ده. جميل قوي. طيب قول لي التعامل مع السياح علمك ايه او غير فيك ايه؟ والله هو الاجانب بالضبط يعني، والخواجات اول حاجه علمنا منهم الصبر والنظافه وترتيب الحاجه، واهم حاجه عندهم الامان. واحنا كده كده بلد الامن والامان، عشان كده هم بيجونا، عشان احنا بلد الامن والامان. طب قول لي ايه اكتر حاجه بتحبها في شغلك؟ اكتر حاجه في شغلي، اول حاجه بحب البحر، بحب المركب بتاعي، ده اهم حاجه دي عندنا. طيب اسالك سؤال تاني، تحس ان النيل ليه فضل عليك؟ اكيد، طول ما اي حاجه بتاكلني عيش لها فضل علي، ده باكلني عيش. ده جميل قوي. بقالك قد ايه في الشغل بتاع المراكب؟ من عمر 14 سنه انا شغال في المراكب. ما شاء الله. تحب تقول ايه لاي حد جاي اسوان اول مره؟ والله اهم حاجه لقي اسوان، شوف المناظر الطبيعيه دي اللي ورايا. طول ما شفت المناظر الطبيعيه لازم تيجي اسوان. مفيش حد يقدر يشوف المناظر الطبيعيه دي وما يجيش اسوان الصراحه يعني. جميل قوي. لو جاي يركب مركب بقى تنصحه بايه او هتوديه فين؟ لو قال لك مثلا وديني مكان على ذوقك كده. والله احنا بص، البرنامج بتاعنا بيبدا بالعالي، بيبدا اول حاجه من علي ابو الهوى. ابو الهوى. فبنوديه على ابو الهوى، تمام. بعد كده بنمشي بينه نديك جزيره النباتات. جميل. تمام. بعد كده بقى تشوف الزبون اللي يحب بقى حته اسمها خاخان بيروح على خاخان. تمام. في حته بقى كده ايه، بربر، قريه النوبيه، غرب سيل. بربر دي لو هو برضه عايز يعوم مثلا هو. دي لو عايز يعوم، عايز يستجم شويه كده، عايز يقعد. بعد كده بنلف بيه نوديه غرب سيل، القريه النوبيه، يشرب الشاي النوبي، يقعد كده في بيت نوبي، يرسم الحنه النوبيه. جميل. بعد كده هيعمل ايه؟ احنا وراجعين بيشوف بلد محمد منير، بيشوف الدوامات، بيشوف فندق كاتاراك، ده كله مناظر طبيعيه بيشوفها هو جاي، هو رايح بيشوف مناظر وهو جاي بيشوف مناظر. طب هل في لغات بتعرف تتكلمها غير العربي؟ لان انت بتتعامل مع سياح كتير. اكتر لغه ما الانجليش. الانجليش. دي افضل حاجه، لان دي اصلا اغلب السياح بيتكلموا اغلب فيها. السياح انجليش. اغلب السياح يعني إنجليش. فين وفين يعني حد يتكلم لك ايطالي، حد يتكلم لك كده. اكتر لغه في اسوان يعني الانجليزيه. طيب اديني سبب واحد يخلي اي حد يشوف الفيديو ده يجي اسوان. والله السبب انتوا شايفينه قدامكم، المنظر الطبيعي، يعني مش هتكلم انا، انتوا شايفين قدامكم المنظر، فالهدوء، شوفوا انتوا المنظر وراكم. طيب جميل قوي. استاذ حسين، عايزك بس تقول لي انت مكانك فين، موجود فين بالظبط، بحيث لو حد شاف الفيديو ده وعايز يجي معاك يقدر يوصل لك بسهوله. تمام. احنا جنب المعديه غرب اسوان، قصاد المحطه، جوار موقف سحاري. اسال على حسين. في اسم شهره ولا حسين بس؟ حسين العقباوي. حسين العقباوي. جميل قوي. وانا هحط لهم رقمك برضه هنا في الفيديو بحيث الناس تقدر توصل لك بسهوله. واي حد يشرف من الراجل ده، طبع الراجل ده قاسم حبيبي ليه خصم كبير والله عندي عشان خاطر الراجل ده بس. حبيب قلبي والله يا حسين، والله وانا اتشرفت بمعرفتك خالص. ويلكم فيكم تو اسوان. انت كمان قول لي ايه افضل وقت بالنسبه لك تيجي فيه اسوان وليه؟ ولو ليك حد من زمايلك او صحابك جاي اسوان اول مره هتوديه فين؟ كان معاكم قاسم النوبي.